في عام 2007 التقطت صورة عادية لم يعر أحد اهتماما. نجم شاب من برشلونة يدعى ليونيل ميسي يبتسم لطفل رضيع لم يتجاوز بضعة أشهر. لم يكن أحد يعلم أن تلك الصورة كانت بمثابة بركة أو تسليم شعلة عبر الزمن. واليوم في يوليو 2026 يقف ذلك الرضيع وجها لوجه ضد الأسطورة في نهائي كأس العالم، ميسي ضد يامال. الرقصة الأخيرة لأعظم من لمس الكرة ضد الانطلاقة الصاروخية لفتى يهدد عرش الجميع. إنها ليست مجرد مباراة، إنها صراع الأجيال الذي سيحبس الأنفاس الكوكب. الجزء الثاني، ليونيل ميسي، الرقصة الأخيرة The Gauch. نبدأ بالملك ليونيل ميسي. بعمر 39 يدخل ميسي هذا النهائي ليس فقط كقائد للأرجنتين بل كمتصدر لهدفه المونديال ب8 أهداف. ميسي في هذا المونديال لا يركض كثيرا لكنه يفكر أسرع من الجميع. كل لمسة منه هي مشروع هدف وكل تمريرة هي لوحة فنية. بالنسبة لميسي هذا النهائي هو المحطة الأخيرة برحلته الأسطورية مع كرة القدم، إما أن يودع الملاعب بأعظم طريقة ممكنة ويحافظ على عرشه المونديالي، أو يتجرع مرارة الهزيمة أمام جيل جديد طامح للسيطرة. الجزء الثالث، لامين يامال، الفتى المعجزة يطلب العرش. على الطرف الآخر يبرز الفتى الذي كسر كل القوانين الفيزيائية والكروية لامين يامال البالغ من العمر 19 عاما فقط يقود الماتادور الإسباني بنضج كروي لا يملكه لاعبين في 30 من عمره. يامال ليس مجرد لاعب سريع بل هو عقل تكتيكي مدهش ومراوغ يستحيل التنبؤ بحركته التالي. بعد أن طاح بفرنسا ومبابي في نصف النهائي يضع يامال عينه على الجائزة الكبرى، الفوز بكأس العالم في هذا السن وضد ميسي بالذات. سيعلن رسميا عن بداية عصر لامين يامال في عالم كرة القدم. الجزء الرابع، لغة الأرقام والمواجهة المباشرة على الملعب. إذا نظرنا إلى لغة الأرقام في هذه البطولة، ميسي لعب جميع المباريات، سجل 8 أهداف وصنع 3 تمريرات حاسمة ويعد اللاعب الأكثر صناعة للفرص المحققة للتسجيل. يامال سجل 3 أهداف وصنع 5 وهو الأفضل في البطولة من حيث المراوغات الناجحة واختراق الأطراف تكتيكيا على أرض الملعب. ستكون المواجهة غير مباشرة ولكنها حاسمة. ميسي سيعبث بعمق الدفاع الإسباني بينما يامال سيحاول استغلال المساحات على الجبهة اليمنى للأرجنتين. أي منهما سينجح رفاقه في دعمه أكثر؟ هذا هو السؤال المطروح. بين أسطورة يكتب سطوره الأخيرة بمداد من دم وشاب يكتب أولى صفحة مجده العالمي. نحن على موعد مع ليلة للتاريخ لا تنسى أبدا. والآن جاء دوركم. لو تخيلنا أن المباراة ستحسم بلقطة واحدة مهارية، هل ستكون مراوغة تاريخية من ميسي تسكن شباك إسبانيا أم انطلاقة جنونية من يامال تنهي أحلام الأرجنتين؟ اكتبوا لنا توقعاتكم في التعليقات. من سيتفوق في هذه المعركة الخاصة؟ لا تنسوا الاشتراك في القناة.